الجزائر وقطر نصف نهائي بطولة كأس العرب. ليلة تألق فيها يوسف البلايلي وزملائه. المباراة اللي نادي قطر القطري فسخ عقده مع يوسف البلايلي بسببها، لأنه عمل قدامهم أداء مرعب. لايك وصلى على الحبيب ويلا نبدأ. ريس مبولحي في أول كرة بيلعب بالنار وبتعدي بسلام. قطر بتبدأ بأول تهديد، والمعز علي كان هيخطف جول عالمي بمقصية رائعة بس بتيجي فوق العارضة. وهنا بقى ريس مبولحي نازل بيستعرض مهاراته أمام لاعبي قطر. يوسف البلايلي بيلبس المعز علي كوبري يجيب صداع. كرة عرضية خطيرة للجزائر وبتعدي بغداد بطريقة غريبة وفرصة هدف بتضيع. اللي بعدها كرة مقصية دبل كيك من بغداد بس بتروح بعيدة. ياسين إبراهيمي بيضيع فرصة الهدف الأول على الجزائر. البلايلي نازل بيدي كباري للاعبي قطر، ده ليهم حق بعد المباراة يفسخوا عقده. وبيخلص الشوط الأول وبيبدأ شوط تاني ناري. التسديدة الصاروخية الأولى من ياسين إبراهيمي وبتروح جنب القائم بشوية، والجزائر بتقرب من الهدف الأول. التسديدة الصاروخية الأولى من ياسين إبراهيمي وبتروح جنب القائم بشوية، والجزائر بتقرب من الهدف الأول لحد ما بغداد بياخد كورة وبيطلق صاروخ من رجليه وبتخبط في العارضة، بس الكرة كانت اوفسايد. التانية من بغداد وبيخطف المدافعين وبيلعب واحدة جنب القائم لحد ما تيجي كرة ثابتة للجزائر وتتلعب ويشيلها الحارس وتترد لبن عيادة. وسعد الشيخ وبتسجل الجزائر الهدف الاول في المباراة. والمباراة فعلا كان ناقصها هدف علشان تولع اكتر ونشوف مباراة تانية. وهنا سفيان بن دبكة كان هيسجل في مرماه بس بتطلع بسلام. كرة خطيرة لقطر وبتتلعب بالراس وبيطير عليها ريس مبولحي وبيشيل هدف مؤكد لقطر. يوسف البلايلي مزاجه رايق وبيلبس تالت كوبري. عبد الكريم حسن بيحط كرة صاروخية من بعيد. محمد منتاري بيلعب كرة بالراس وبتخرج بره بس التانية ما يسميش فيها وتتلعب كرة بالمقاس لمحمد منتاري وبالراس وبتتعادل قطر في الدقيقة 96 والمدرجات هتنفجر من الفرحة. هدف مهم لقطر مع انتظار ردة فعل الجزائر. ياسين إبراهيمي ما يضيعش وقت وبيجيب ضربة جزاء في وقت قاتل وبيخش ليها يوسف البلايلي. يوسف وبيسجل يوسف البلايلي الهدف القاتل اللي نهى كل حاجة في المباراة علشان يصفر الحكم بعدها بفوز الجزائر 2-1 والصعود لنهائي البطولة لمواجهة تونس. لو الفيديو ده وصل ل 3000 لايك هننزل على طول بالنهائي الناري.